رجعنا لكم بحلقة جديدة في سلسلة علاقات. النهاردة عايزة أتكلم عن قلب الترابيزة. يعني لما بيكون حد غلطان فيك ويحاول إن هو يقلب الترابيزة، المعنى اللي احنا بنقوله لقلب الترابيزة وهو بالمعنى الحرفي كده إن هو يجيب الحق عليك، عايزك تطلع انت اللي غلطان. أنا عايزة أقول حاجة، الشخص ده بيكون عارف كويس إن هو غلطان، وقلب الترابيزة ده بيبقى استراتيجية هو حاططها عشان يجيب الغلط عليك. أي حد بيحبك وغلط في حقك ما عندوش أي مانع إن هو يعترف إن هو غلطان. اللي بيقلب الترابيزة ده شخص بيتلكك، عايز يوجد مشكلة بينك وبينه، وفي نفس الوقت يطلع مش غلطان، بحيث إنه لما يحب يرجع ليك ويدخل حياتك مرة تانية، أو حتى لو مش العلاقة مش هتنتهي ولكن هتتخاصموا لفترة معينة، يبقى حابب إن هو يكون صاحب الحق. يعني يحصل بينك وبين حد مشكلة ويبقى هو غلطان جدا، وفجأة وانت بتكلمه يقولك انت بتشك فيا، انت بتتهمني، طب انت عملت كذا، طب شوف نفسك قلت ايه الأول. بمعنى أصح بيحاسبك على رد فعلك، ودي من أسوأ أساليب قلب الترابيزة، ومن أسوأ أساليب الناس اللي هي بتحب ان هي تاخد حقها بالصوت العالي، ان هو يحسسك ان انت اللي غلطان، انت اللي غلطان، انت اللي قلت، انت اللي عملت. طب انت بتشاور لي بأصبع الاتهام ليه؟ انا ما عملتش حاجة وما قلتش حاجة، انت اللي غلطان في حقي. معقول انا واقف بتحاسب على رد فعلي؟ يعني معقول انت تضربني بالقلم وزعلان ان انا رديت لك القلم وبتتهمني ان انا شخص وحش؟ اي شخص بيتهمك انك شكاك وانت حاسس انك مش شكاك، هو اللي تصرفاته غريبة، اعرف ان الشخص ده بيعمل حاجة غلط وبيحاول يقلب الترابيزة. اي شخص بيتهمك انك بتغلط فيه وبتعلي صوتك عليه، اعرف ان هو وصلك للمرحلة دي علشان يوصل لكده. يعني هو قاصد يستفزك لحد ما يوصلك لأعلى درجات العصبية، يخرج أسوأ ما فيك، فتزعل انت، فتنفعل، فيقولك شفت انت بتتكلم ازاي، شفت طريقتك، شفت اسلوبك، هو ده انت. ده بيعمل كده ليه؟ ده بيعمل كده عشان عايز يخلع، ده بيعمل كده عشان عايز يبعد لفترة معينة، بس عايز يبعد وهو ضامن الرجوع ليك مرة تانية، ضامن ان هو يلف في نفس الدايرة تاني معاك. فهيلف ازاي وهيدخل لك تاني ازاي الا اذا ساب الحق عليك؟ العلاقات اللي من النوع ده ما بتبقاش حب، لان اللي بيحب انسان يعني ده بيندرج تحت الشخصيات التوكسيك. الشخص اللي كده توكسيك. اللي بيحب حد بيكون دايما حنين عليه، ما بيوصلوش مرحلة انه يزعل، ما بيوصلوش مرحلة انه ينفعل، ما بيحاسبوش على رد فعله، ولو غلط بيقول انا اسف. كلنا بنغلط وكلنا ممكن نسير عصبية اللي قدامنا، ولكن اول ما بنغلط بنقول له حقك علينا، احنا ما كناش نقصد. مش هقول له انت اللي فيك العبر، انت اللي فيك العبر، يبقى انا اللي شخص توكسيك وعايز اقلب الترابيزة وحاسبه على رد فعله عشان اجيب الحق عنده وابقى انا شخص سليم. قلب الترابيزة من أسوأ الأساليب اللي بتستخدمها الشخصيات التوكسيك. لو ما تلاقي حد بيقلب الترابيزة عليك، لا اقلبها انت عليه وامشي وسيبه وما تفكرش فيه مرة تانية، لأن ده ولا بيحبك ولا عمره هيحبك. ده عايز يطلع صاحب حق عشان يقدر يجي ويروح، وبابك يفضل موارب له طول العمر، ويفضل هو يعمل اللي هو عايزه. لو شكيت في شيء وتأكدت ان الشخص اللي قدامك بيعمل حاجة، يبقى انت صح، انت مش شكاك ولا حاجة. طالما هو عمل حاجات تثير شكك، طالما هو سابك لدماغك، يبقى يستاهل انك تشك فيه. ما يجيش يقولك انت شكاك. هو لو ماشي صح وتصرفاته طبيعية عمرها ما هتثير شكوكك. ثق وتأكد ان قلب الترابيزة دي استراتيجية هم بيمشوا عليها، ملهاش علاقة بالحب ولا لها علاقة بان انت غلطان فعلا. استنوني في حلقة جديدة من حلقاتنا سلسلة علاقات.